بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم البنات جيتكم بفيديو جديد ومشروع جديد بإذن الله يستفادوا منه خاصة المبتدئات اللي عندهم دراية على الخياطة وحابين يديروا مشاريع. هادوما لي بوندو وكاين الناس يعيطوا لهم دي شوشو، كل واحد كيف ما يعيط لهم على حسب المنطقة اللي يسكنوا فيها. وفي هذا المشروع بإذن الله نسحقوا الأدوات التالية. عندنا طرف تاع قماش وهو اللي فيه الطول تاعو فيه 50 على طول 50 والعرض تاعو 12، وفيه استيك طريف تاع استيك هكا صغير، ما نحتاجوش طرف كبير، فيه 18 سنتيمتر. واللي حابه دير المشروع ما تشريش لاستيكات بالمتر، تشري كيما هكا ام بالباكيات يتباعوا، اللي يبيعوا خاصه يبيعوا الحوايج تاع الخياطه اونغرو يبيعوهم بسعر اقل. كيما هذا دير لك ما شاء الله من الكميه تاع هذوما لي شوشو. واللي حابه دير تزيين من الفوق تشري هذوما لي بيغ بالميزان ب 5000 ولا ب 10000، صافي ديبون قد حابه تشري باغ اكزومبل كميه هكا وتحكم تلصقهم هكا، تكون عندها اللمسه تاعها كل واحده واللمسه تاعها كل واحده واش تحب باه تزينهم، وتلصقهم بهدايا البيستولي. هذا البيستولي نورمالمون اي بيت عندهم، مش لازم تكون خياطه، اي بيت عندها هذا البيستولي تسخنوا وتلصقهم كيما هكا يخدم لها ما شاء الله. بسم الله نبداو في طريقه الخياطه. عندنا طريقه القماش هديه، نحط الوجه على الوجه. المره دي نعلمكم باذن الله طريقه لا فينيسيون، تكون ما تبانش خراه الخياطه وتكون هي مبتدئه بصح نعلمها طريقه تاع احتراف باذن الله. نديروا هكا هذه قطعه القماش ونحطوا هكا الوجه على الوجه ونخليو 1 سنتيمتر ومن بعديك نخيطوا. بيان سور نحيو هذوما الخيوط الزائده باه من بعديك ما نديرولناش اشكال. هنا خيطنا هكا تحصلنا على هكا القطعه هذه. دركا واش ندير؟ نحكموا الجزء هذا نورمالمون تكون واضحه لكم الفكره، هو ويكون هكا. نحكموا هذا الجزء العلوي هكا، نحكموا نطبقوه هكا نورمالمون هكا باينه. نحكموا هذه الجهه نطبقوها على الجهه هذه، من بعديك نخليو منا 1 سنتيمتر. واللي كاينين مبتدئين ما ينجموش يتحكموا في القماش، خاصه كيعود ساتان كيما هدايا يكون شوي صعيب في التحكم، يحكموا بلي زيبانغل يخليو 1 سنتيمتر. من بعديك نحطوا الابره ومنا من الداخل نتاكدوا بلي هذه القطعه مجبوده على الابره، لان كان تحكمت فيها اي تروح مع الخياطه. نديرو بوين داغي بيان سور باه كيما نقلبوا القماش من بعديك ما يتفتقلناش. من بعديك نمشيو من بعديك نحكموا هذه القطعه الفوقانيه نحكموها هكا ونحكموا بصوابعنا منا القطعه اللي من الداخل باه نجبدوا. تبعوا الخطوات برك وعاودوا الفيديو دوكا تفهموها. هكا هذه الداخلانيه نجبدوها، اما الفوقانيه نجبدوها بصوابعنا هكا. هاي هذه الداخلانيه هكا، اما الفوقانيه نجبدوها هكا باه تجي الخياطه كل من الداخل ونتحصلوا على لاستيك يكون بالفينيسيون مليح. واي واحد كيشوفوا مع انه عنده مخدوم مليح ومزين مليح يشريوه باذن الله عليكم. والنساء اللي حابه تخدم بناتها في الدار تخدم بناتها في الدار حتى كيعودوا عندها دي شوت تاع قماش. عندما من البقايا تاع القماش تقدري اختي تحصلي كميه كبيره.
تبقى يا اختي هكا تجبدي وتجبدي هذه الفوقانيه بصوابعك اليمنى وبصوابعك هذو نتاع يدك اليمنى تجبدي الداخلانيه. بنات اني نحب انا نفسر ونفهم كاينين شريحه من المبتدئات ولا اللي ما عندهمش يعني درايه كبيره بالخياطه يحاولوا يفهموا مليح. كما نبقاو نجبدو تصادفنا الخياطه اللي خيطناها على اول خلاص نخيطو من خليل 3 سنتيمتر. هذه 3 سنتيمتر باه نجمو نخرجوا منها القماش. نديرو بوان داغي باه كيما نقلبو القماش ما يتحللناش. بيان سور نقصوا الخيوط هذا نتحصلوا على هذه الفتحه. هذاك القماش اللي من داخل نجبدوه هكا بالعقايله برك يتجبد، خاصه كي يعود ساطان كيما هذا شويه خشين يعود صعيب شويه في الجبده ديالو. نجبدو هكا. نورمال تكون واضحه الفكره باذن الله، يكون الفيديو موضح. نتحصلوا على هذه الثقبه. هذه الثقبه ندخلوا منها لاستيك هدايا ونحطوا فيه هذه المساكه. نورمال اي واحده عندها المساكه هذه ندخلوا بها لاستيكات. ندخلوا في الثقبه هذه ونمشي نحكموا لاستيك من هنا باه ما يهرب لناش. ندخلوا على طول هدايا الشريط. نكملوا ندخلوا هدايا لاستيك. نورمال تكون واضحه الفكره ليكم. عاودوا برك الفيديو تفهموه. نحيو هذه المساكه نتحصلوا على هذوما الزوز. واش نروح نديرو نخليو منا 1 سنتيمتر ونخيطو بيان. نبقاو نديو نجيبو في الخيط باه ما تتحللناش الخياطه. شوفوا اخواتي هكا ومن بعد نجبدو بكل اريحيه باسكو حنا خيطنا ومدلنا الخياطه. نتحصلوا على هذه الفتحه. بيان سور مش غنخليوها كيما هكا. اللي حابه تخيطها بابره وخيط هكا ديري لها خياطه تجميليه تخيطها لها، ولا اللي حابه تخيطها كيما نقولوا حنا بالماشينه تخيطها بالماشينه. جهه هي اسهل واسرع. اخواتي هذه الفتحه نحكموا نديرو هكا نخدموها بيان بيدينا باه كي نخيطوا تجينا خياطه ملاحه على في الجانب من هنايا، ما تجيناش من هنا من الداخل ولا يخرج لنا الخيط. نخيطوا في الحافه خلاص، ما نخيطوش في النص باه ما يبانش هذاك الخيط. نتاكدوا باللي ندخلوا هذوكم لي كوتي ونجبدوا تخي بيان من هنا هكا باه ما تبانش الخياطه. في الحافه خلاص. اخواتي تحصلنا على شوشو مليح. تقدروا ديروا به مشاريع ما شاء الله هاو كبير ومليح. تقدر اي اخت في اي شوت عندها في الدار، سواء يكون دي شوت من الساتان ولا من الكتان ولا قماش حتى تاع الدراوات اللي فيه مرسوم فيه لي باغبي تاع بنات صغار. اي شوت اسونسيال هذوما هم الميزور هذا اللي عطيته لكم باذن الله يكون مليح ويكون منظر جميل هكا كما تشوفوه كما هكا مريح للعين. واللي حابه تزينهم دير لهم هذوما لي بان هذوما لي بيرل يزيدوه بها.
خاصة البنات الصغار يحبوا الحوايج كي يكونوا فيهم هكا حاجة تبري ولا حاجة فيها دي بيرل ولا تعطيريهم. ها مثال هكا بالبيستولي تلصقوهم. ها نزيد نزين لكم هذا الازرق، خاصة كي دي كولور هكا فونسي يكونوا باهيين كي نديروا لهم هكا دي بيرل تلصقوهم. مش لازم تكثروا هكا، جوست كعبات بركه، جوست البهاء برك. طفله حابه تفرح اختها صغيره ولا حابه تفرح بنتها تخيطهم لها ولا ديروهم مشاريع. وخاصه العرائس اللي حبوا يديروا توديع العزوبيه يديروهم هذم الحفلات تاعهم تاع الحنه، يكونوا ما شاء الله يكونوا مشاريع مربحه. ونعطيكم سعر تاع هادما للشوشو قداه يبيعوا فيهم. هي الاخت كي تبيع سعر جمله وتمدوا كيما نقولوا احنا للحانوت تقدر تبيعوا له 4000 5000، والاخت اللي تبيع كيما نقولوا احنا بالديتاي تبيعوا 7000 8000، يكونوا ما شاء الله ماشيين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، فيديو قصير، وان شاء الله تكونوا هادم لي فيديو اللي راني نمد لكم فيهم ولا تعليمات نعلمكم فيهم تكونوا فاهمين. اي واحده عندها استفسار ولا طلب ولا اي موديل حابه تتعلموا ولا تشوف تقنيه تاعو ترسل لي، ان شاء الله ندير لكم الطلب تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.